انت لو ما لقيتش حد يلمك هتعمل اكتر من كده. لو ما لقيتش عقاب هتعمل اللي انت عايزه. في مقولة بتقول لك من امل العقاب اساء الادب. فاحنا اسفين يا زيزو، اسفين على القذارة اللي طلعت من جمهور الزريبة. هما عايشين في زريبة، هيطلعوا ايه؟ اسمع كده بيقولوا ايه على احمد سيد زيزو ومراته. مش أول مرة يعملوها، عملوها قبل كده زمان مع عماد متعب وخاضوا في عرضه، وعملوها الموسم اللي فات مع إمام عاشور وبرضه خاضوا في عرضه. علشان ما لقوش حد يحاسبهم وما لقوش عقاب قرروا نفس الموضوع، بس المرة دي مع مين؟ مع أحمد سيد زيزو. شتموه وشتموا والده وبرضه خاضوا في عرضه. احنا بنتعامل مع أكثر جمهور في العالم، فأتمنى المرة دي ألاقي عقاب بجد يليق بالقذارة اللي هم فيها ويخليهم يندموا على اللي هم قالوه. في الدول التانية بتوصل للحبس، ما انت لو حبست 1 ولا 2 ولا 3 هيبقى عبرة للقذارة التانية، ومش هتلاقي قذارة تاني في المدرجات. وبعدين بقى فكك من حوار ايقاف كذا ماتش، لان ده ما بياكلش عيش. هيرجعوا تاني، الايقاف هيخلص وهيرجعوا اسوأ من الاول، لان القذر بيفضل طول عمره قذر وما بيطلعش من سلة الزبالة. هتنضفه ازاي طول ما هو في سلة الزبالة؟ والله الاشكال دي لو اتحبست ما هنزعل عليها، في حد بيزعل على الزبالة اللي بيرميها؟ بس كده، يلا سلام.